تجربة اليوم عبارة عن ستيكات، بنبدأ من 88 ريال بنوصل إلى 1250 ريال، وبنشوف الفرق بينهم. هل فعلا الستيكات هذه بتفرق ولا لا؟ خلونا نبدأ نقول بسم الله. طيب هذا أرخص ستيك تجربتنا لليوم، ممكن يكون في شيء أرخص لكن هذا ب 88. تشوفون قطعة اللحمة موجودة قدامنا بطريقة الانتركوت اللي يحطوا لك الصوص ومدري إيش، وبنفس الوقت بطاطس وسلطة كم قطعة خبز، فكل هذه الأشياء تأخذها ب 88. سعرها مرة جميل، بس خلونا نشوف كيف الطعم. نغرقها بالصوص، شيك لي على اللحمة مغرقة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صوصها حلو، فيها لذعة. إذا ب 88 بتاخذ التجربة هذه كاملة مرة رهيب. هذا وش تقدر تاخذ ب 88 ريال، لطيف. طيب الحين احنا في تكساس رود هاوس. اللي احبه عندهم اكثر من الستيك اللي هو الخبز اللي تشوفونه قدامكم. خبزة جميلة حارة عليها الزبدة، وشوفوا شلون حور. طبعا هذه ضيافة، اول ما تجي عادي يعني نقدر ناكل وننحاش. كنا بنسويها بس استهدينا بالله. فهذه الخبزة الجميلة، واحلى خلطة ممكن تاخذها اللي يجي معها هذا، ما ادري شو الميكس، بس انه كذا في شيء، في قرفة، في سكر، في اشياء مرة رهيبة عظيم. يعني عادي جدا انك تجي عشان الخبزة اكثر منك عشان الستيكات اللي موجودة. وفكرة الخبزة هذه انا قريت في قصة يقول لك ان الايطاليين اول ما راحوا امريكا وصاروا يسوون البيتزا، دائما ما يكون عندهم فايض عجين، فالفايض هذا استغلوه، صاروا يبيعونه على المحلات ستيكات وغيره، بحيث انها ياخذون العجينة هذه ويسوون منها الخبز اللي يجيك في الضيافة. فأنا ما أدري إذا من صحة هذه المعلومة، بس أذكر إني قاريها، وإذا كانت فعلا صحيحة يعني شكرا للعظماء حقين البيتزا، لأنهم سووا واحدة من أروع الخبزات اللي ممكن تأكلها. فخلونا نستمتع بالخبزة لين ما يجي ستيك حقنا. طيب انبسطنا بالخبز، جانا الستيك، قطعة السيرلوين صغيرة وبيجي معها سايدين. فعندك الماشت بوتيتو اللي هو البطاطس المهروسة، وعندك السلطة هذه سيزر. شيء مهم مع الماش بوتيتو اللي هو الجريفي. الجريفي هذا نكهته مرة لذيذة. فشوفوا مثلا عندك البطاطس نقول به، شيك على جمال الجريفي مع البطاطس المهروسة، نقول بسم الله. الله، ما أفهم كثير بالستيكات لكن هي قطع مختلفة، وإذا تبغى تاخذها ميديوم أفضل شيء. الميديوم بتشوف في الحمار اللي جوا هذا ما هو دم، العصارة اللي موجودة جوا. فهذه قطعة السيرلوين اللي ماخذينها من تكساس رود هاوس، نقول بسم الله. 170 جرام هذا وزنها. لحمة جميلة، جريفي رهيب. بس إننا نتكلم 99. أخذنا الخبز الرهيب، أخذنا الماش بوتيتو، أخذنا السلطة، قطعة ستيك تصدق وزيادة، جميلة ولذيذة. هذه تجربتنا في تكساس رود هاوس. نشوف اللي بعده. طبعا احنا قررنا ناخذ بريك وناخذ لنا قهوة على أساس نجمع طاقة، ونستوعب إن قاعدين نصرف فلوس كثير. فعشان كذا احنا نحتاج دعمكم باللايك، سبسكرايب، تنشرون هذا المقطع على اساس نقدر، يعني غالبا ما راح نغطي التكاليف، بس انه اقلها ينتشر الفيديو ويكون في كثير يستمتعوا فيه، ونحس انه فعلا صرفنا فلوسنا اليوم على شيء امتعكم، خلاكم تستفيدون. خلونا نكمل قهوتنا في هذا الحر ونستوعب حرارة الاسعار اللي بتجينا بعد شوي. هذا عرض 111 ريال في ستيك هاوس. ستيك هاوس هذا الفرع اللي احنا فيه أول فرع موجود في السعودية من 30 سنة، من عام 1992. حاب أقول لك أن هذا الفرع تحديدا اللي أنا جالس فيه أول ضيف لهم كان محمد علي كراي، الله يغفر له ويرحمه، الملاكم المشهور، كان جاي وياكل من هذا المطعم اللي احنا فيه اليوم. فمعلومة أنا توني أكتشفها جديدة علي، وصراحة أنا ما أدري ليش ما حد قد تكلم عنها، فحبينا نذكر لكم على السريع. فخلونا نجرب، نقول بسم الله. طبعا تشوفون تقديم يعني سريع. أعطوك البطاطس كذا على جنب كسايد، بطاطس جميل. هذه قطعة ستيك، نقول بسم الله. الميديوم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة النكهات هنا صدمتني، ما توقعتها انها كذا، لان في طعم الشواء
مره واضح. واخر شيء توقعتها من تجربه اليوم بيني وبينكم، يعني من التقديم ما توقعت انه فيه شيء زي كذا، بس دائما في مطاعم تصدم، يجي اوكي الشكل سريع بس النكهات في مخك. هذا واحده منهم اللي ما توقعت انه راح يصير بهذا الجوده وبهذا الطعم. صراحه حبيت، يعني تحس انه مشوي بس مو على الحطب، بس انه على الفحم. والله جيد، سعر وتجربه ممتازه. طيب الحين احنا في ماربل اللي عندهم اساسا اقوى برجر ممكن تاكله. ناخذ من عندهم ستيك، وصلنا لسعر 179. والحلو اول ما بدينا فيه جحه، ما ادري وش الجحه الفاخره، احس ما يصلح حتى تاكلها بشوكه. جحه منعنعه عليها ليمون. نحتري الستيك حقنا يوصل ونجربه. طيب تشوفون هذا هو الستيك حقنا وصل، تشوفون الفخامه وشوفوا الماش بوتيتو كيف مختلف ومرتب، والليمونه الحلوه، يعني الترتيب يا عيني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس كريمي لذيذ، الماش بوتيتو. فالحين نخش على الستيك اللي تشوفون التقميره حقته، شوفوا نامره شلون اللي على الحطب، تشوفون الملح اللي عليه مرتب مختلف. هذه قطعه الرب اي، المفروض انها ميديم، فتشوفون شلون هذا جمال اللحمه. وبسم الله الرحمن الرحيم. لحمة رهيبة، لحمة لذيذة، التدخين اللي فيها مرة رهيب، موزونة صح، ممتعة، مختلفة، فعلا تحس ان جودتها اعلى، وشهادتي فيهم مجروحة صراحة. اذا مالك في ستيك، حتى ما تبي ستيك، خذ من عندهم البرجر المشوي، من ألذ البرجرات اللي ممكن تاخذها. فمطعم مرة رهيب، ستيك مرة رهيب. واذا تحب طعم التدخين مرة بيجوز لك مع ستيك اللي قاعد تاكله. حبيت هذا، انا حبيت. فهذا كانت تجربة ماربل. نروح نشوف اللي بعده. مقبلاتهم اللي هي الخبز الضيافه، حاطين معها السجق حقهم هذا، فشيء مختلف عن المحلات اللي زرناها اليوم. خلونا نقول بسم الله. يا عيني، طبعا انا حبيت ذا مره. تدرون ليه؟ السجق ذا اللي تشوفه قدامك مع حمسه كنت اكلها مع جدي وجدتي الله يغفر لهم ويرحمهم، اللي هي حمسه الطماطم والبصل نفسها بالضبط، اللهم ان معها السجق زياده عليها. فالذكريات اللي موجوده هنا ما توقعتها من محل الستيك اللي رايحين له اليوم. الاكله هذه مره رهيبه، مره اعشقها، فحبيت انها موجوده هنا وقاعده تعطيني بعض من الذكريات الجميله اللي نستذكرها. طيب هذا هو البرايم، وصل مختلف، قصة ثانية من مكان ثاني. واخذنا الحين معانا الاونيون رينجز، هذا السايد، اول سايد ناخذه كحلقات بصل، نحطه في التغميسة. تغميستهم مرة رهيبة. هذا البرايم ريب في عظمة هنا، ما ادري ايش طريقتها صراحة. ناخذ لنا شيء ايش فيه شحمة ولحمة، اساس نحرص ان كل النكهات تكون موجودة في لقمة واحدة. اوبا، هذه شحمه بدون لحمه، فناخذ لنا قطعه من فوق، ندور اللحمه. شوفون كيف تقطر بالدهن اللي فيها. بسم الله. هذه اللحمه اطعم، والدهن اللي فيها حلو، التتبيله اللي فيها حلوه، وفي نكهه من نكهات الشواء. فانا احس اني بديت اميل في الستيكات للشيء اللي فيه شوي، سواء على الفحم على الحطب. الشوي هذا يفتح مجال ويخليك يا اخي تستمتع. ستيك كذا الحاله بدون شيء الى حد ما تحس انه في شيء ناقص. فهذا الصوص اللي حاطينه المشروم الظاهر. بسم الله. اوكي ثانك يو. طبعا انا مقدرين لان قاعدين نسوي فلوج، قالوا حتى بنجيب لك كولا ما يصلح تاخذها كذا ناشفه ضياع، فقلنا سم جيب لنا اياها وابشر، فجابوها يعطيهم العافيه. واحده من الذ الستيكات اللي قاعدين ناكلها اليوم، جدا لذيذه، صوص رهيب، حتى المقبلات رهيبه، حمسه البصل والطماطم، ما نقول سجق، صوص المشروم حقهم، سواء انك بتاكلها ساده او بتحط معها صوص، حب النوعين راح تنبسط، لان الصوص حقهم مره قوي، وطعم الشوي على الفحم برضه واضح ولذيذ. انا مغرم مع اللحمه هذه اللي اكلناها اليوم، مختلف عن اللحمات الثانيه، لان في بعضها اوكي الجريدز، الشحم، الواقيو، مدري ايش، بس فيها كلها تاكل الستيكات هذه تحس طعم ما ادري شلون اشرح لك، بس اللحمه نفسها تحس فيها زي طعم الحديد. نرجع للتفصيل اكثر في هذا الموضوع في نهايه حلقه اليوم.
مبدئيا يعني ما ادري شلون اشرح لكم، بس هذا مره رهيب وفرق عن الاشياء اللي جربناها. نروح نشوف الشيء اللي بعده. بسم الله. اهلا وسهلا. احنا في مطاعم كذا الصوت حقك لازم يصير فيها واطي، تحس ان الوضع يبدا يختلف عليك شوي، يعني حتى الزبده حقتنا حاطينها في شمعه. شوف طبعا اخوكم في الله هنا يبدا يتقروش، ما يدري شلون ياكل، بس انا اتوقع انها كذا يعني. غطس له قول بسم الله. طبعا نحاول ما نكثر خبز لان احنا ندوخ على طول، ورانا ستيكات ثانيه فننتظر الستيك حقنا. طيب هذا شيء على جنب، يقول لك ذره ماك تشيز الظاهر. خلونا كنا نقول بسم الله. لطيفة. وعندنا الحين هذه القطعة هي الريب اي واجيو. كم نسبة الترخيم حقها سكور؟ يقول لك فوق 7. الباقي وشو؟ نوع من انواع البقر او سلالة من سلالات البقر اللي مدلعينه مرة، عنده دايت مختلف، ياكل بطريقة مختلفة على اساس يطلع لحمته تكون مختلفة. هذا الترخيم حقه 7، فخلونا نجربه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول شيء بناخذها كذا بدون شيء. ما شاء الله قصتها كانت سهلة مرة، ما تعبنا معاها. هذه قطعة اللحمة الميديوم بالترخيم 7 وفوق، ما أظنها بالحطب ذي. نقول بسم الله. طبعا مدسمة مدهنة حلوة. وأحب ألعب على شغلة زيادة اللي هو نكثر عليها ملح. بعض الأحيان تحس إنها خانسة ما أدري ليه، فنديله شوية ملح. كذا بالنسبة لي زبطت المظابيط. وش حمداية محرص عليه لأن النكهة كلها تجي فيه. الله صدق أحيانا ممكن يكون أطعم من اللحمة. آخر شيء نحط عليه الصوص، واحتمال كبير إنه في ناس كثير يزعلون من الحركة هذه، خصوصا اللي يحبون الستيكات يحبها كذا مرة سادة. أنا ما أحب أنوع، أجرب أكثر من نوع وأشوف الطريقة اللي تناسبني. خلونا ندوق. نقول بسم الله. لحمة حلوة جودتها أعلى، لا تقول لي إنك تاكلها سادة وبس، فعادي تقدر تحط عليها أي شيء ممكن يساعدك إنك تستلذ أكثر. حبيتها مع المشروم واللوموضي اللي معه أكثر من لو إني ماكله سادة لذيذ. فهذا 200 وكم كانت 82 تاكل فيه بقرة كانت عايشة حياة حلوة مدلعة لدرجة إن لحمتها صارت مشحمة. نروح نشوف اللي بعده. ايوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ايش الحركات؟ طيب في تجربة اليوم احنا بدينا من 88 ريال الى ما وصلنا الى 1250 ريال اللي هو ستيك الذهب اللي اخذناه اليوم. طبعا الجودة بدأت تختلف من يوم ما بدينا، كل ما قعدنا نرقى شوي تختلف الجودة. جربنا اكثر من صنف واكثر من نوع. زي اللي بدينا فيه كان فيليه ومع صوصات مع دنيا، بعض الاشياء يكون معها صوصات بعضها لا، بعضها لحمة بدون اضافات فلفل وملح، وتستمتع بجودة اللحم الحالة. خلاصة تجربة اليوم ستيكات من يوم من حتى من بداية 88 وهي جودتها حلوة، كل ما طلعت شوي زادت لك الجودة وارتفعت. زي الواغيو الماربلينج، السعر المعين هذا هو اللي يبدأ يعطيك الجودة اللي هو من تقريبا من 250 إلى 400 ريال، بحكم هي أعلى جودة ممكن إنك تاخذها الواغيو. ويختلف الطريقة من ناحية سموكينج كحطب كطريقة التحضير، هي الأشياء اللي تكون مختلفة. فنتكلم على الستيك اللي أخذناه هذا يكون دراي ايج، اللي هو يكون حاطينه بالثلاجة مدري كم مدة طويلة لين يتعتق صح، وبعدها يقشرونه ويسوون لك ستيك. هذا نفسه اللي أخذناه ب 1250 ممكن إنك تلقاه ب 400. فالوش اللي اختلف عليك هنا إنه صار لك عرض متكامل، مسرح متكامل. فعشان كذا أنت وصلت للمرحلة هذه وقاعد تدفع الحين الشو، ما أنت قاعد تدفع للحمة بحد ذاتها، فصار معك شيئين مع بعض. بالنسبة لي الرينج اللي أعطيتكم إياه اللي هو من 300 إلى 400 تقريبا هو أعلى حد أو ممكن تدفع فيه وتحصل أعلى قيمة. بعدها أنت تبغى قاعد تدور شو، تبغى تستمتع بأشياء ثانية غير الأكل نفسه. فبس هذه كانت تجربتنا اليوم، إن شاء الله عجبتكم. لا تنسى اللايك والكومنت والشير لأنك أنت كذا بتساعدنا كثير إن نكمل هذه السلسلة. وإذا في أي ملاحظات اكتبها تحت. نشوفكم في فيديو ثاني، في أمان الله.